تدعيم قوات الأمن في عدة صفوف متلاحقة، وعند وصول المصلين إلى منتصف الشارع وصلوا خلف مصدة أمنية بتحاول تهدي متظاهرين وراها، فأصبح الأمن بين كماشة من المتظاهرين والمصلين يزداد العنف. بعد وقوع أول مصدة للأمن هرول المتظاهرين عائدين في اتجاه الكنيسة، وهناك تصدت لهم قوات مختلفة من الأمن. بعد خروج الأمر عن السيطرة لجأ الأمن إلى ردع المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع. تفرقت الجماهير إلا إنها عادت وتجمعت مرات ومرات، وفي مرة منهم اقتربت جدا من أبواب الكنيسة، إلا أن الهجوم استمر على الأمن وليس على الكنيسة. تعزيزات جديدة للأمن، إلا أن الطلقات المثيرة للدموع أضرت أكثر بالأمن المرابط في المنطقة، ومع هذا فيبدو أنها كانت الوسيلة الوحيدة لتفريق المتظاهرين. وفي النهاية لجأ الطرفان لعمل حواجز لصد ضربات الطوبة المتبادلة. إلا أن كل شيء هدأ مع أذان صلاة العصر لإقامتها، ولو إن ذلك كان الهدوء الذي يسبق العاصفة. فبالرغم من محاولة المسؤولين ورجال الدين لتهدئة الموقف، إلا أنه عاد واشتعل من جديد. ومرة أخرى كان الرادع الوحيد هو القنابل المسيلة للدموع والطلقات الرصاص لتفريق المتظاهرين. ظل الحال كما هو إلى ما بعد المغرب، عندما سيطر الأمن على الموقف وهدأ تماما. وتفرق المصلين فور انتهاء الصلاة. أنا أقول لك حاجة، لف شمال بعد كده ورينا